فسوى الله خلقة آدم من الطين، صور وجهه بيده، شق سمعه، شق بصره، صوره صورة كاملة، ثم بقي مصور بلا روح، والملائكة مستعدون لتنفيذ أمر الله. فإذا سويته، هذا الشرط الأول، ونفخت فيه من روحي، الشرط الثاني، فقعوا له ساجدين وهم ينتظرون نفخت الروح أم لا. أمر الله الطين أن يكون بشرا سويا. دبت الروح في آدم، دخلت من رأسه، وصلت إلى عينيه فأبصر، وصلت إلى أذنيه فأسمع، وصلت إلى خياشيمه وإلى فمه فعطس، ثم نزلت إلى صدره، ثم نزلت حتى وصلت الروح إلى بطنه، وقد دخلت الروح في يديه، فهم بالقيام فقال الله: خلق الإنسان من عجل. وأصبحت العجلة في الإنسان إلى قيام الساعة، لسه باقي نصها ما دخلت الروح. فلما عطس عطسته الأولى ألهمه الله الحمد فقال: الحمد لله، فكان أول ما نطق به آدم الحمد لله. فقالت الملائكة كلهم أجمعون: يرحمك ربك. فكان أول شيء دعت الملائكة به لآدم الرحمة، وأول شيء نطق به آدم الحمد، وأول فعل هم به أن يقوم فأعطي العجلة، فأصبح الإنسان عجول، وكان الإنسان عجولا، وأصبح الإنسان أيضا صاحب حمد، يعني إذا أنعم عليه يشكر، وأصبحت العطاس نعمة من الله، ولذلك كل ما يعطس إنسان شو يقول؟ الحمد لله. أول من عطس آدم وأول من حمد آدم. فإذا قال الإنسان الحمد لله نتشبه نحن المسلمون بالملائكة ونقوم بدورهم، فنقول لمن عطس: يرحمك الله، فيقول العاطس: يغفر الله لي ولكم. وصلت الروح لبقية جسمه، وسجد الملائكة له امتثالا لأمر الله بعدما بين الله لهم مكانته. ماذا فعل آدم؟ دبت الروح فيه، قام فمشى خطوات. نظر الملائكة هذا الخلق الغريب العجيب، كانت صورته كلها